النهارده دكتور إبراهيم الفقي خبير التنمية البشرية العالمي وخبير البرمجة اللغوية ورئيس مجلس إدارة المعهد الكندي للبرمجة اللغوية وشقيقته وخادمته الثلاثة لقوا مصرعهم مختنقين بعد المشهد. الصورة اللي بنشوفها مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة، الدور الثاني والثالث اللي هو كان مقر أو إقامة دكتور الفقي وأخته اتحرقوا بالكامل. ف يعني الناس في احد اصدقاء دكتور ابراهيم الفقي يعني راح له، لكن حاول يسعفه او حاول ان هو يتعامل مع الموقف، لكن يعني قضاء الله وقدره. دكتور ابراهيم الفقي والاخت والخادمه لقوا مصرعهم مختنقين. طبعا نيابه مدينه نصر بتحقق دلوقتي في الحادثه علشان تعرف هل في شبهه جنائيه وراء الحادثه دي ولا لا، ولا ايه اللي حصل بالظبط. نتابع مع حضراتكم التقرير اللي هنشوفه دلوقتي عن دكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه خبير التنمية البشرية العالمي. إلى أين نحن ذاهبون؟ هذا السؤال هو الأخير للدكتور إبراهيم الفقي الذي لم يمهله أجله حتى يستطيع الإجابة عليه أو يرى بنفسه إجابته. فقد لقي مصرعه اليوم في حريق مروع بمنزله أثناء نومه ليلا دون أن يشعر، عن عمر يناهز 62 عاما. بدأ عمله فيها في غسل الصحون في الفنادق الكبرى، واضعا نصب عينيه أن يصبح مديرا لأحد هذه الفنادق في يوم من الأيام. فقرر الدراسة والحصول على دبلوم في إدارة الفنادق صباحا والعمل ليلا، حتى تحقق ما أراد وأصبح مديرا لهذا الفندق وعدة فنادق أخرى. إبراهيم الفقي اسم عرفه الشباب حول العالم جيدا، فهو أول من أدخل علوم التنمية البشرية في العالم العربي، وقد قرأ كتبه الملايين وقام بتدريب أكثر من 600 ألف شخص بدول العالم المختلفة عن طريق محاضراته التي ألقاها ب3 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والعربية. الامتياز داخل الإنسان، مش لما تروح تاخد حاجة هتبقى متميز، ولو انت متميز في حاجة ما بتحبهاش هتبقى رائع لما تعمل حاجة بتحبها وتخرج السنة دي تشتغل، ولما تشتغل تعمل فلوسك انت، ما تاخدش من ماما ولا من بابا يبقى شكلك زفت اديني ماما اديني، لا هتشتغل وبعدين تتعلم لغة. لما تستمر على كده وقت ما يجي وقتك عشان تشتغل الشركات هتخطفك لانك كفء. هو ده اللي انا عاوزك تعمله. حصل الفقي على 23 دبلوما و3 من أعلى التخصصات في الإدارة والمبيعات والتسويق والتنمية البشرية وعلم النفس، وكان كثير الظهور على شاشات التلفزيون وكثير المشاركة في الندوات الخاصة بالتنمية البشرية. رحل الفقي وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المعهد الكندي للبرمجة اللغوية. ولعل أبرز ما قاله الفقي قبل رحيله: إننا نحن البشر نفكر فيما لا نملك ولا نشكر الله على ما نملك، وننظر إلى الجانب المظلم في حياتنا ولا ننظر إلى الجانب المشرق، فكن إيجابية. يوسف عبدين، الحياة اليوم. الله يرحمه وعزائنا طبعا للأسرة.